وقت الحرب العالمية الثانية وتحديدا حرب الإمبراطورية اليابانية مع الولايات المتحدة الأمريكية حصل أكبر مجزرة في تاريخ أمريكا العسكري وأكبر هجوم ياباني في الحرب دي، واللي كان هجوم كارثي على أمريكا وعلى اليابان نفسها، وهنعرف ليه بعد شوية. على مسافة 6500 متر من بيرل هاربر كان العقل الياباني المدبر للعملية الجنرال ياماموتو بيضع النقاط الأخيرة للهجوم. وعلى الجانب الآخر في بيرل هاربر كان يوم هادي وروتيني جدا بالنسبة للسفن الأمريكية المصطفى في الميناء. وعلى مسافة 370 كيلومتر في البحر كانت حاملات الطائرات اليابانية في حالة تأهب قصوى واستعداد للهجوم العاصف اللي هتشن الطائرات اليابانية على الأسطول الأمريكي في بيرل هاربر. أكتر من 180 قاذفة قنابل ومقاتلة يابانية تبدأ رحلتها للهجوم على بيرل هاربر. كان على متن السفن الأمريكية في بيرل هاربر أكتر من 80 ألف بحار، وما كانوش يعرفوا اللي هيحصل لهم بعد شوية. اصطفت الطائرات اليابانية وبدأت تشكيلة الهجوم مع اقترابها من السفن الأمريكية، وبدأ فعلا الهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربر. في السفن الأمريكية كان البحارة الأمريكيين مش فاهمين لسه ولا مستوعبين اللي بيحصل، ومع أصوات القنابل والطائرات بدأوا يعرفوا إن ده هجوم ياباني عليهم. كان الوضع فوضوي جدا، واتفاجئ البحارة بالهجوم بشكل صادم، ومع اشتداد القصف استوعب الأمريكيين الأمر وبدأوا ياخدوا مواقعهم ويهاجموا الطائرات اليابانية. كان دفاع ضعيف جدا ما قدرش إنه يوقف اليابانيين. بعد دقايق أطلق اليابانيين العنان للسلاح الأكثر فتكا، حوالي 10 قاذفات قنابل متجهة لسفينة USS أريزونا، وتم تزويد الطائرات دي بقنابل مخترقة للدروع، ووزن القنبلة الواحدة أكتر من 500 كيلو جرام. وانقضت الطائرات دي على السفينة وبالفعل مزقوا السفينة الأمريكية. كان الدمار هائل ومذهل وفاق توقعات اليابانيين نفسهم، لدرجة إن السفينة USS من قوة الانفجار ارتفعت من الماء أكتر من 14 متر. بعدها توقف الهجوم الياباني وشعر الامريكيين ان الهجوم انتهى، لكن بعد حوالي نصف ساعه بدات الموجه الثانيه للهجوم الياباني. حوالي 170 طائره اخرى بدات استكمال الهجوم الياباني على بيرل هاربر. كان الهجوم بيشمل السفن ومهابط الطائرات القريبه، وهنا ارتكبت امريكا غلطه كبيره جدا، وهي انهم بعد الموجه الاولى من الهجوم جمعوا الطائرات بتاعتهم في مكان واحد علشان يسهل حمايتها، وده اللي خلاها اهداف سهله لليابانيين، وقاموا بقصف الطائرات والمهابط كلها. الحصيله النهائيه تم تدمير 180 طائرة أمريكية، وأغرقت 4 سفن أمريكية واتضررت 4، ودمرت 13 سفينة حربية أخرى أو تعرضت لأضرار فادحة. بالمقابل ما خسرش اليابانيين إلا 29 طائرة فقط. بالنسبة لليابانيين كان الهجوم أشبه بنصر صاحب وفاق كل التوقعات. حتى الخسائر اليابانية في الهجوم كان متوقع لها من اليابانيين نفسهم إنها تكون أكتر من كده بكتير. علشان كده بالنسبة لليابانيين كان الهجوم يعتبر نجاح صاحب، لكنه في الحقيقة هو فشل صاحب. خطط الجنرال ياماموتو الهجوم على بيرل هاربر علشان يكون ضربة تشل البحرية الأمريكية، لكن بسبب سوء التخطيط التكتيكي والأخطاء الفادحة اتحول الهجوم من انتصار لكارثة حقيقية. الجنرال ياماموتو كان عارف إن حاملات الطائرات الأمريكية هي أهم شيء في الهجوم، وإن حاملات الطائرات في العموم هتؤدي دور بالغ الأهمية في تغيير مسار الحرب. علشان كده مثلت حاملات الطائرات الأمريكية في بيرل هاربر هدف رئيسي بالنسبة لليابانيين. قبل الهجوم بأكتر من 6 ساعات وصل معلومات استخباراتية أكدت إن مفيش حاملة طائرات واحدة في بيرل هاربر، لكنهم برضو عرفوا ان الامريكان في بيرل هاربر غير مستعدين تماما للهجوم، وده اللي هيمثل ضربة مفاجئة ليهم. هنا اتى دور ناجومو قائد البحرية اليابانية والمنوط باتخاذ القرار، واتخذ القرار ببدء الهجوم حتى مع عدم وجود حاملات طائرات في بيرل هاربر، وتحولت اهداف الهجوم للسفن الحربية الامريكية. مع ذلك كان في استطاعة اليابانيين توجيه ضربة قادرة انها تشل البحرية الامريكية في بيرل هاربر، وهي عن طريق ضرب احواض بناء السفن اللي في بيرل هاربر. لكن بسبب قصر نظرهم وسوء اتخاذ القرارات اهتموا بالسفن فقط، وده القرار اللي كلف اليابانيين ثمنا باهظا. من 21 سفينة تم استهدافها من اليابانيين انقذت 18 سفينة في احواض تصليح السفن بعدها بكام شهر فقط. كمان كان في استطاعة الهجوم الياباني توجيه ضربة قوية للامريكيين، وهي عن طريق استهداف قاعدة صناعة الغواصات في بيرل هاربر. لكن برضه بسبب هاجس اليابانيين بالسفن الكبيرة والاهداف السهلة تغافلوا عن هذا الهدف الهام، واستمرت قاعدة الغواصات في عملها، واللي كان ليها دور بالغ الأهمية في خنق اليابان وضرب أسطولها التجاري، بحيث قطعت عنها الإمدادات والموارد أثناء الحرب. رغم ذلك كان في هدف بالغ الأهمية في بيرل هاربر، وكان هيبقى الضربة الأكثر تدميرا اللي ممكن يوجهها اليابانيون في اليوم ده، وهي استهداف منشآت تخزين الوقود للأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ اللي موجودة في بيرل
بيرل هاربر، واللي احتوت على اكتر ب 650 مليون لتر من الوقود. كانت الكميه دي من الوقود قادره على تغذيه الاسطول الامريكي في المحيط الهادئ لاكتر من سنه، واللي كانت قادره انها تخرج الاسطول الامريكي بالكامل في المحيط الهادئ عن العمل. لكن بكل غباوه امر اليابانيين بعدم ضرب هذه الخزانات في الضربه الاولى على الاقل، لانها هتطلق دخان كثيف، واللي بدوره ممكن يعيق رؤيه الطيارين عن الاهداف الامريكيه. الاميرال الامريكي تشستر نيميتس امر الاسطول الامريكي في المحيط الهادئ وقتها قال ان لو تم توجيه ضربه يابانيه لخزانات الوقود كانت في استطاعتها انها تعيد المجهود الحربي الامريكي لسنتين للوراء. الحقيقه ان كان ممكن يتم ضرب اهداف هامه في بيرل هاربر لو التزم نجومه بخطه الهجوم اللي وضعها ياماموتو، لان الخطه دي قضت بشن هجوم تاني بعد الهجوم الاولاني، ودي الغلطه الاخيره في سلسله اخطاء اليابانيين في هجوم بيرل هاربر. بتدمير السفن الحربيه الامريكيه شاف الاميرال نجومو بان الهجوم الياباني حقق نجاح باهر، ولم يرغب في تعريض ما انجزه للخطر. علشان كده عارض نجومو توجيه ضربه تانية، واتخذ قرار بالانسحاب، وده القرار اللي كان قرار فاجع للجنرال ياماموتو، وده برضو الخطأ الفادح الاخير في تنفيذ الهجوم على بيرل هاربر. انتشر خبر النجاح الظاهر للهجوم الياباني وسط ضباط البحريه اليابانيه، لكن ياماموتو ادرك في الحال ان مواقع حيويه لم تستهدف، وادرك ان الهجوم الياباني اللي كان غرضه شل الاسطول الامريكي وتدمير معنوياته فعل العكس تماما، وان الهجوم كان كارثي على اليابان قبل ما يكون كارثي على امريكا، وان الغضب والانتقام الامريكي قادم بقوه لا محاله، وهذا ما قد كان. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.